فإن سكانها يأملون بأن يسهم إنهاء تجميد الأموال الليبية في حل مشاكلهم وتأمين احتياجاتهم. أنا نقول للشعب الليبي الآن عنده حلين لا ثالث لهما: يا إما الدولة تبسط يدها بالكامل عليه هذه المنافذ، أو من الأفضل لنا أن احنا نطلب تجميد أموالنا مرة أخرى، لأن أموالنا تجي من الخارج إلى الداخل وعلى طول عبور، عملية عبور لا نبنوا بها مدرسة ولا نبنوا بها مستشفى. هذه الأموال تهرب. نعم. ونقعد بتشوف ونقعد ترطور ونتفرج. أنا المنصب هذا لن يعطيني أي شيء. بلدي اتنهبت قسموا التورته بالفلوسية، وانا بردان مش لاقي كوفرته بالفلوسية. خلوا عملوها سلطه في الفلوسية، لا وكمان بجحين قوي غلطه في الفلوسية. ايه يعني اما اخد حقي؟ هو المفروض اشحت استلف واحط جزمه ببقي وافضل زي الخروف اتعرف؟ ايه يعني اما اخد حقي؟ هو المفروض اشحت استلف واحط جزمه ببقي وافضل زي الخروف اتعرف؟ وحسبي الله ونعم الوكيل، خلاص فقت يا حسابكم تقيل. وحسبي الله ونعم الوكيل، خلاص فقت يا حسابكم تقيل. عالم فظيعة ولا هنا عليها تكسر وديعة في الفلوسية. رسالة على المصطلح الجليل يا أخي، مش قادر خلينا في حالنا. أطلع يا راجل، أرحل سادنا من بغديد وسادنا من القهر وسادنا من الحرمان يا أخي. أطلع خلي واحد خوف ليبي حر يجي يمسك عرفته ويخدمنا، نحن نبغى رئيس يخدمنا. دي ماهيش بلدي، دي كانت عزبة في الفلوسية، كله بيطلع منها بنسبة في الفلوسية. وانا مش لاقي اقسط فزبة في الفلوسية، اتاري النفخة دي فطشة وكذبة في الفلوسية. ايه يعني اما اخد حقي؟ هو المفروض اشحت استلف واحط جزمة في بقي وافضل زي الخروف اتعرف؟ ايه يعني اما اخد حقي؟ هو المفروض اشحت استلف واحط جزمة في بقي وافضل زي